لما كلمتني في سمير وشهير وبهير. ايوه انت من دور ابوهم. ايوه لا انا ما كبرتش الدرجات. لا مش هو انا قديم. لا انا قديم بس مش هنعمل دور. لا ده لسه ده السكه اصلها هم هيرجعوا صغير. اوكي صح. انما اطلع جراند دلوقتي. لا بس انت فاكر اجواء سمير وشهير وبهير دي كانت عظيمه احلى اجواء في الدنيا عظيمه. ده سيظل الفيلم ده فيلم ايكونيك للاجيال. صح. يعني انا الفيلم ده من اكتر الافلام اللي بيجي لي عليه فيدباك وكومنتات وكلام وفي مسيرتك انت. أيوة اول فيلم ليك طبعا اول فيلم ليا هيفضل علامه فارقه لان الفيلم ده مهما عملت افلام ممكن تكون جابت ايرادات اكتر منه. صح. بس الفيلم ده فيه حاجه ما غريبه لينا كلنا يعني. صح. انت لغايه دلوقتي فهمي وشيكو وهشام ساعات بيتندهوا بسمير وشهير وبهير. صح. انا بيتقال لي منير الخطير في الشارع. صح. لكتير. لا وهو فيلم بسيط فعلا جدا. يعني لو اتفرجت عليه دلوقتي هو بسيط، هو معمول ببساطه جدا رهيبه. احلى اجواء احلى كواليس. صح. احلى مود. انا كنت باجي اللوكيشن وانا سعيد مبسوط. انت كمان يا شريف فاكر اول بقى لقاء ليا انا وانت. انا عارف ان شريف رمزي ده بيشتغل مع عمر الشريف ويشتغل مع ناس جامده وحاجه مرعبه وافلام تقيله ومهرجانات ودنيا وافلام سواد. خفت. قالوا لي ده هيجي يهزر ازاي ده؟ ما تيجي ايه رايك نجيب شريف رمزي؟ لا يمكن. ده مرعب. ده تقل دمه. ده هينظر عليا في السينما حمود. وفجاه جيت مع ألذ شخص في العالم. انا عمري ما انساه. قلت لك كنت خايف منك جدا ولما قالوا لي ورشحوك وقال لك شيء قلت لي مش ممكن بتعمل افلام جد جدا. سمير يا جماعه احنا رايحين قمه الهلس. احنا رايحين سبعينات. احنا عايزين نعمل منير الخطير خلاص كده. منير الخطير هنقول له كده ازاي؟ هيتجوز 3 ستات في يوم واحد يعني هنتكسف نقول له الجمله دي اصلا. وانت ما انساش المشهد اللي انت قعدت تكتبه لما انت عملت والبت السفله. انت لا لازم نحكي للناس المشهد. لازم. المشهد ده عظيم. لو تفتكر ده كان الفينال بتاعي في الفيلم. صح. وانا كنت خايف منه جدا ان ده اخر مشهد هطلع فيه وهقفل فانا عايز اقفل حلو قوي. فطب المشهد مكتوب كان ساعتها ان انا جاي بحكي لهم ان انا حلمت 3 احلام. انا حلمت ان انا خلفت من 3 ستات او اتجوزت 3 ستات في يوم واحد وخلفت من 3 حيوانات. ايوه. فجبت قرد وابص على فهمي وجبت طاووس ومش هبص على هشام وجبت فيل وابص على شيك وحاجات غريبه جدا. ايوه. قلت لهم مش هيضحك ده مش هيضحك. فقلت لي انت حتى ساعتها كنا في السطوح. ايوه. قلت له طب عايز تعمل ايه؟ كنا ساعتها كمان اول فيلم بيتصور بالكاميرا الريد. ما كانش فيه خام. ايوه صح. فقلت لك بص انا عايز اوصف لهم ال3 ليالي الحمراء اللي قضيتها معانا. رحت انت لاطم. قلت له لا لا يمكن. قلت لك سيبني هنحكيها بلطافه. صح. وانا مش عارف انا هقول ايه. اقسم بالله ما كنت عارف انا هقول ايه ولا مجهز كلام. انا عمال اقول ان انا عايز اوصف الليالي الحمراء دي لعيالي وانا ان انا عملت كده مع اهاليهم. صح. وان انا خلفتهم وعايز اقولها بلذاذه. وعايز اقولها بلذاذه بقى. صح. والفيلم على فكره ما فيهوش حاجه تضايق ولا حاجه تضايق. وبقيت اقول بقى سمير وحش السرير والبت اللي بقيت الملمها من قلب الاوضه وتبص من هنا وتبص من هنا ليله. وفجرت معاها ازاز الشمبانيا. لما كت بقى ولقيت بقى ضحك الصريخ ضحك. صح. مش فاكر مين المساعد معاك كان جه قال لي ايه معتز عايز يعيد تاني بقى وتعيد. انا اصلا ما اعرفش. انا مش عارف قلت ايه. صح. فابتديت اتفرج على المونيتور عشان افرغ اكتب السيناريو اللي همثله اللي اتقال. صح. ده كان مشهد غريب. لا والغريبه انه في السينما بقى كان عياط. انا كان بالنسبه لي شريف رمزي. وما تنساش ان انا فاكر قلت لك انت لو مثلت كشريف رمزي زي ما انت كده خلاص انت عسل. انت تمام والله. انا ده الفيلم ده انا بدين له ان هو فعلا فتح لي فتحه. انا كنت بعمل كوميدي. أيوة. يعني كنت مثلا شريف النص ده كان قبليه. صح.